السلام عليكم عيني، شلونكم؟ اليوم وصفتنا المندي. حبايبي اليوم بالبيت رادوا المندي وقالوا نريد نجيبه من برا، واني تحديتهم وقلت لهم راح اسوي لكم اياه بالبيت. وشوف الوصفه شلون راح تكون. كل اللي احتاجه هي دجاجه. الدجاجه اني نام قطعتها من الظهر وغاسلتها بفاركتها بالملح والليمون. طبعا لازم تنغسل الدجاجه زين على مود تخلص من كل الزفاره. بعد ما نقعتها وغسلتها ونظفتها راح ابدي احضر الصلصه اللي اخلي بيها الدجاجه، صلصه المندي. كل اللي احتاجه اني ربع كوب بعد ما غسلتها. اللي احتاجه ربع كوب من زيت الزيتون. طبعا انا هنا استخدمت زيت الزيتون، واذا تريدون اي زيت عادي مو مشكله، بس انا هنا استخدمت هذا الزيت. بعد ما اخذت زيت الزيتون ربع كوب، خليت وياها هنايا البهارات شنو راح تكون؟ هي الدارسين والهيل. طبعا بنات اكو خلطة خاصة للمندي، لكن اني حبيت اشتغلها بالبيت. هاي البهارات اللي تكون هي خاصة للمندي. طبعا ودائما احنا نشوف الدجاجة من نجيبها من المطاعم شكلها حلو، شلون هم يخلون صبغ اللوزينة. لا تخلون كركم، تخلون صبغ اللوزينة على مود شكل الدجاجة يكون حلو. دائما نشوف المندي اللي عليه الدجاجة تكون لونها مميز، فهي الفضل هو للصبغ اللوزينة. وهنا خليت حبات من القرنفل. وطبعا هنا أنا خليت بعد ما خليت حبات القرنفل أخلي فلفل الأسود على مود يعني يقضي على أي زفارة إذا بقت بالدجاجة. نخلط المواد مع بعضها، ونخلي طبعا قبل ما أخلط نخلي تقريبا ملعقة كوب يعني مملوءة من الملح. طبعا هنا الدجاج عندنا يحب دائما نكثر شوية بيه ملح، لأن الدجاج يحب الملح. بما انه خلطنا هاي المواد او نحضر هسه ملعقتين من الروب الزبادي. طبعا هاي الزبادي دائما يكون بالمشاوي الدجاج كلش طيب على مود يطري اللحم. خلطنا هاي المواد وشوف شلون صار لونها كلش حلو. بعد ما حضرنا هاي التتبيلة راح نخلي المكون الأخير هي البابريكا. البابريكا هنا عندنا ملعقة صغيرة من البابريكا. بكيفكم تريدوها تكون حارة أو باردة. أنا هنا خليتها باردة وخليتها مدخنة، بما أنه أنا يعني محضرة دجاجة أريد أشويها، فنكهة المشاوي راح تكون بالبابريكا مدخنة. خلطتها. بعد ما خلطتها راح اجيب الدجاجه مالتنا الحلوه النظيفه المتشكنمه وراح اخليها بالصلصه. طبعا انا هنا على فكره الدجاجه مثقبتها داخل، يعني كل الدجاجه انا مثقبتها على مود من اخليها بالتتبيله تشرب كل التتبيله. واظل اسوي لها مساج حلو للدجاجه، وادخل التتبيله بداخل يعني جلد الدجاجه، وتتغلغل التتبيله بداخل الدجاجه. بعد ما خليت التتبيلة ويا الدجاجة وسويت لها مساج هذا الحلو، أنا أخليها طبعا بالثلاجة. تبلتها قبل بيوم. التتبيلة كل ما تكون بالدجاج طول كل ما تكون أطيب. انتوا براحتكم، إذا حبيتوها قبل ساعة أو ساعتين هم تمشوا نفس الطعم يصير، لكن أني تبلتها يوم كامل تكون أطيب. وهذا شكلها بعد ما تبلتها خليتها ليلة كاملة. طبعا انه تتبيله يساعد على طراوة الدجاج. هسه بعد ما طلعتها من الثلاجة بعد ليلة كاملة هذا شكلها. أنا بهاي الأثناء أنا محضرة جدر الأركب بيه التمن. على فكرة الجدر اللي راح أدخله بيه أطبخ بيه التمن لازم يكون جدر حديد أو تيفال. حبايبي فهسه أنا بهاي الأثناء هذا بعد ما أحمس البصل أنا طبعا هنايا منقعة 3 أكواب من التمن اللي يكون حبة طويلة. طبعا على فكرة إنه التمن من تنقعونه لا تخلونه هواي ينقع. فرغته هسه اللي هنا بعد ما نشفته للتمن وخليته على البصل بعد ما حمسته. وراها راح أخلي طبعا قليل من الملح. الملح على فكرة انه خلوا بالحساب انه انتم خالين ملح للدجاجة، فملعقة صغيرة تخلوها من الملح، يعني تقريبا ملعقة تخلوها ملعقة كوب تقريبا للملح. والملح يبقى دائما هو حسب الرغبة. هنا أنا خليت الدارسين. خليت الدارسين لها، وإذا عندكم دارسين أعوادين يكون بعد أفضل. أنا ما عندي، خليت هذا الدارسين المطحون. خليت حبات من القرنفل ونخلط المواد مع بعضها. واذا تريدون هم طبعا انا هنا خليت هسه حبه من الهيل على مود يعطي نكهه وريحه طيبه للتمن. طبعا بنات انا بهالفتره هاي انا خالة الفرن يشتغل، خليته يشتغل الفوق العين الفوق والجوه. اريده يحمي على درجه حراره 180. بهالاثناء هذا انا خليت 3 أكواب من المي. 3 أكواب
التمن 3 أكواب مي. لا تخلون المي هواية، دائما كل تمن كوب وتمن كوب مي، لأن هذا المندي راح يكون فوقه دجاجة وراح تذب سوائل، فدائما شوف المي يكون بمحاذاة المي ويا التمن نفس المستوى. بما أنا قلت لكم ما عندنا جدر المندي الخاص، فأني راح أستعين بهذا المشبك اللي خاص بالفرن، أخليه على هذا الجدر على مود أقدر أخلي هاي الدجاجة فوقه. خليته بهاي ثبته. أنا إيش راح أسويها؟ هسه راح نجيب الدجاجة ونرتبها، نخليها فوق التمن على المشبك. ترتبوها، لا تخلوها توقع، يعني ترتبون شكلها. بنات إذا وصلتوا لهذا المقطع وما خليتوا لايك، أتمنى تخلون اللايك، لا تنسون اللايك. هسه أني خليتها هاي الصلصة اللي بقت أحتفظ بيها بعدين، أنا هم أرجع لها. بما إنه أني راح أطبخها بلا مي فراح تنطبخ على البخار. هسه أني أحضر ورق الزبدة. ورق الزبدة هنايا خلته منقعته بشوية مي على مود يطرى عندنا ويصير يعني سهل بالتعامل. أغلف بيه الدجاجة، وبعدين مرة ما غلفت بورق الزبدة الدجاجة راح أغلف فوقها السيليفون على مود السيليفون لا يتفاعل ويا الدجاج. هنا اكو تفصيلة مهمة، انتم من تغلفون، بما انه اني ما عندي مادة سائلة اطبخ بها الدجاجة، فلازم هنايا تغلفون الدجاجة بصورة محكمة، ما تخلون بها اي فتحة على مود الحرارة هي تطبخ الدجاجة. تعرفون الدجاج هو ما مسلوق، والدجاج راح يكون قوي، فبما انه انا داخله للفرن ما اريده يبس، اتخليه بهاي الطريقة، وابدي اثقب السيليفون، اثقبه على مود الحرارة تدخل للفرن. حبايبي بعد ما ثقبته وتأكدت انه السيليفون الثقب، ادخله للفرن على الطبق عفوا الرف الوسط، لا اخليه يعني تحت لان يحترق التمن، على الرف الوسط، واخليه تقريبا فوق الساعة. هسه نشوف ايش قد راح ناخذ. طبعا انا اخذت بالفرن تقريبا ساعة وثلاث ارباع، ساعتين الا ربع. وعلى فكرة احنا يعني خليناه ساعتين الا ربع وطفينا الفوق، بس بقينا الجوه. بعدها هسه هذا نفتح الفرن. هسه احنا فتحناه السيليفون. شوفوا شكل الدجاجة شلون حلو، اصلا حتى هي انشوت بدون ما اخليها تحت الشواية. حبايبي هسه اني وخرتها من اقلب التمن، وما اقول لكم على ريحته ايش قد طيبه هنا. بهالاثناء هاي اني اشغل الشوايه. طبعا دائما احنا الفرن يعتمد على درجة الحرارة، يعني على حرارته، كل فرن حسب حرارة الفرن مالتكم. اني اخذت عندي ساعتين الا ربع، انتم بعد الساعة تشيكوا الدجاجة وتشيكوا التمن. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح ابدي ادهن بهاي الصلصة البقت، ادهن الدجاجة العفو. بديت ادهنها على مود انطي تلميعة حلوة للدجاجة، شلون شكل المطاعم بالضبط هيك. هسه احنا فتحنا الشواية، راح ابدي اخلي الدجاجة بالشواية تحت الشواية، تاخذ لها تقريبا 5 أو 10 دقائق. بعد بهالاثناء اني احضر فحمة، راح اخلي الجدر التمن عندي على الطباخ واحضر هاي الفحمة. حبايبي الفحمة هاي ضرورية انه تخلوها بداخل الجدر، وتخلون عليه قطرات من الزيت، وتقبغون التمن لان ينطي طعم مدخن للتمن. حبايبي وهذا شكل المندي بعد ما خلص. ما اقول لكم على الطعم واللون والشكل، والدجاجة اللي شكلها حلو، وهو المنظر يتكلم عن الموضوع. بعد ما كمل المندي عندنا وصار طيب وعجب العائلة، حبيت أقدمه ويا هاي الصلصة كلش طيبة، الروبة أو الزبادي ويا النعناع، كلش ترهم ويا هاي الأكلة. حبايبي أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، وإذا عجبتكم الوصفة أتمنى